المصري. حضرتك مستشار الأكاديمية العسكرية للخيول، وأيضا عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للخيول المصرية العربية الأصيلة. هكلمك مباشرة على تكليفات الرئيس. الرئيس مهتم جدا بهذه الصناعة، تكليفاته للنهوض بكل مزارع الخيول في مصر. هذه الإجراءات تتم في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعودة مصر إلى مكانتها في مجال الخيول. معالي وزير الزراعة لديه اهتمامات واعتمادات بتنفيذ هذه التوجيهات ودعم منظومة التصدير المصرية. بطولة أصيل لجمال الخيل على الجهود اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية لخدمة كويسة العربي المصري. بنقول للسادة ده إرث بتاعنا ولازم نرجع تاني نكون رقم واحد. الحمد لله اتحركت الدولة، جميع أجهزة الدولة، القوات المسلحة متمثلة في الأكاديمية العسكرية، وزارة الداخلية عملت محضر الشرطة بتاع التصدير، وزارة الزراعة محطة الزهراء، وابتدينا عملنا مشروعات الفروسية في العاصمة الإدارية الجديدة، عملنا نادي كيان سيتي، محطة الزهراء الجديدة، نادي مدينة مصر للألعاب الأولمبية، مدينة مرابط للخيول. والحمد لله ابتدينا الفعاليات تتنظم. 20 في العاصمة الإدارية، والهوية المصرية كانت ملعلطة في السقف. الواد المصمم كل شوية ظروفهم شكل مصر جديد يخلي العيال الدنيين يعيط، ولكن مش دي المهم يا أبو حمد. المهم إن الفيلم الوثائقي اللي اتعمل اتقال فيه معلومة وثائقية خطيرة، وهي إن الخيل العربي ما طلعش عربي ولا حاجة، ده طلع مصري أصيل. والله. والعربات الحربية والفرسان واللي كان على رأسهم القائد بنفسه أحمس. طبعا في خبر ان احنا طبعا كان ملف من ضمن الملفات اللي هو فتح التصدير للخيل، طبعا كان موقوف في مصر كتير، والحمد لله طبقا لتوجيهات سياده الرئيس قدرنا فتحنا التصدير مع الاردن، وطبعا الاردن هب لدول الخليج بالكامل ان شاء الله. وتعاقبت العصور وظلت خيول مصر درعا يحمي الارض والناس. ولما جه الايوبيين والمماليك وغيرهم كتبت فصول المجد بسروج صلبه وسيوف لا تنام. واثبت التاريخ ان المصريين حماة لا غزاة. وعلى مر الزمان كان السطر الاول دوما في كتاب النصر للخيالة والفرسان. فرسان مصر ليهم أشكال كتير للدفاع عن أرضهم وإرجاء السلام. والتحديات مستمرة، وكل ما كانت التحديات كبيرة كانت الحكمة حكمة الفرسان. وفرسان هذا الزمان عارفين إن الأمانة اللي استلموها غالية غالية زي روح كل إنسان. فسلام على الإنسان على كل إنسان، وسلام على كل الفرسان.